الناس كلها مشغولة بترند الدونر التركي، وأنا بصراحة مشغولة جدا بجمال الوصفة الخطيرة دي. وصفة اسمها المعجوقة الحلبية من المطبخ السوري. خطيرة يا جماعة، وبكمية لحمة مفرومة بسيطة جدا هنعمل أحلى وصفة. يلا نعملها سوا. الوصفة سهلة جدا. في طاسة على النار هنضيف مشروم وذرة، فلفل ألوان، وكمان بصلة متقطعة صغير. شوية من التوابل هكتبها لكم في الكابشن، وهنولع عليها نار متوسطة ونقلبها لغاية لما تستوي ونسيبها على جنب. نص كيلو من اللحمة المفرومة، ضفت عليها معلقة واحدة من الزبدة السايحة وشوية من التوابل، كمان هكتبها لكم في الكابشن. وطبعا تقدروا تزودوا كمية اللحمة لو هتعملوا عدد أكبر. هنخلطهم كويس جدا مع بعض ونشكلها كرات صغيرة. هنحط واحدة تحتها كيس وفوقيها كيس تاني، وتبتدوا تفردوا الكورة دي بالشكل ده بأي حاجة عندكم. هنحشيها بالحشو بتاعنا او اي حشو تاني انتوا حابينه، موتزاريلا بقى وكتروا علشان طعمها بيبقى خطير. نفس الخطوة دي هنكررها تاني بقطعة تانية ونقفل بيها من فوق. واي حاجة عندكم غويطة بالشكل ده زي الطبق ده كده هنقفل كويس قوي ونشيل الزيادات اللي في الجنب. مهم قوي تتاكدوا انها مقفوله كويس جدا. هندخلها الفرن على ورق زبده ونسيبها تستوي، وهكتب لكم درجه التسويه تحت في الفيديو. ما بتاخدش وقت طويل ابدا يا جماعه، لان طبقه اللحمه المفرومه بتكون رقيقه جدا وبتنزل كل الدهون الزياده. فالوجبه دي فعلا خطيره. قدمناها مع رز ابيض، كانت تحفه. لازم تجربوا الوصفة دي، هتدمنوها وبألف هنا.